3 اختلافات لازم تعرفيهم في تربية البنات عن الولاد. البنات عندهم نشاط أعلى في المناطق المرتبطة باللغة في المخ، فبالتالي بيتكلموا بدري، بيتكلموا أكتر، بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم بالكلام. أما الولاد فعندهم مستوى أعلى من هرمون التستوستيرون، واللي بيخلي عندهم نشاط أعلى، ردود أفعال سريعة واندفاعية، وبيعبروا عن نفسهم بالفعل زي الحركة العصبية. عشان كده دايما يتقال عليهم إن هم مشاغبين أكتر من البنات. 2، البنات عندهم نشاط أعلى في مناطق التخطيط والتنظيم، فتلاقيهم بيحبوا الروتين والاستقرار والتنظيم، هعمل كذا وبعده كذا. أما الولاد فبيزهقوا بسرعة جدا من الروتين الثابت، لأن تطور الفص الجبهي المسؤول عن التنظيم والانضباط عندهم أبطأ شوية، فبالتالي محتاجين روتين مرن شوية، المهام تكون مدتها قصيرة وبريك بين كل مهمة ومهمة. 3، البنات بتحب تحوش وتفكر هتجيب ايه بمصروفها وتخطط للحاجات اللي هي عايزاها، عشان عندهم نشاط عالي في مناطق اتخاذ القرار، فمحتاجين نطور عندهم مهارة التوازن ما بين ان هم بيحوشوا وان هم يصرفوا برضو كويس، وانه كمان يخلوا جزء يدوه للناس المحتاجين. اما الولاد بيصرفوا مصروفهم كله بسرعة، بيشتروا اي حاجة هم عايزينها باندفاع، عشان كده محتاجين نعلمهم وندربهم على مهارة تأجيل المتعة، ازاي يقسموا مصروفهم، ازاي يخلوا جزء يدوه للمحتاجين، جزء يحوشوه لهدف معين، وجزء يصرفوه في الحاجات اللي محتاجينها. قولولي في الكومنتس ايه الفروقات اللي انتوا بتلاحظوها في تربية البنات عن الولاد.